السلام عليكم البنات، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وبصحه جيده. المهم اليوم غادي نصايبوا دجاج محمر. المهم هانتوما معنا. المهم انا عندي جوج دجاجات وشديت جوج بصلات كبار حكيتهم. المهم نديرو الزيت، نديرو الثومه، نديرو معلقه كبيره سكينجبير، ونص معلقه ابزار. والملحه وغنديرو خرقوم معلقه كبيره. المهم نخليو هادشي دابا يتشحر ومن بعد نكمل معاه. المهم كيف ما تشوفوا هنايا درنا العطريه ونخليو الدجاج يتقلى شويه. المهم دابا من بعد ما الدجاج تقلى زدت الربيع وزدت القناصي وغنسد عليه، يعني لما يطيب الدجاج شويه ومن بعد نحيد الدجاج ونخليه القناصي يزيدو يطيبوا شويه. المهم هنا صافي الدجاج ديالنا طاب، دابا نخلي القناصي يطيبوا. كيف ما كتشوفوها هو الدجاج طاب، غنسد القناصي واحد شويه يطيب. هانتوما خوتي صافي هاهي المريقه ديالنا دابا وجدات طابت والدجاج راه كيتحمر في الفران. المهم انا عندنا بطاطا شديتها، بطاطا صغيره شديتها قطعتها ياك وغادي نسلقها وندخلها الفران ونبقاو معايا. من بعد ما تسلقات بطاطا دابا درت فيها شويه الملحه وشويه الزيت وشويه الكمون وشويه البزار وغندخلها دابا الفران. دابا كيف ما كتشوفوا هذه هي البطاطا هاهي كتحمر في الفران والدجاج ديالنا هو يعني تحمر. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج وبطاطا. كنتمنى تنال اعجابكم وما تنساوش تدعموا القناه وتخلوا لي شي تعليق زوين وما تنساوش ليا